أهلا بكم بعد غياب طويل في فيديو جديد. أعلن الديوان الملكي الهاشمي من خلال بيان رسمي موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، وذلك من خلال بيان رسمي جاء فيه: يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم بعون الله وتوفيقه عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف في 12 من ذي القعدة عام 1441 هجري، الموافق يونيو من الشهر الميلادي، حيث تقرر عقد القران بقصر زهران بعمان، وبعدها سيتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، وسيسمح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية الفعاليات المرتبطة بعقد القران. وأضاف البيان: والديوان الملكي إذ يهنئ عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة والعائلة الهاشمية بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى لصاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم وللآنسة رجوة خالد آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.